لله أن بلغنا الرسالة، وإحنا نغار عن هذا البلد. شوف أنا منذ 2013 وأنا دائما حتى بدون عمل أكون متواجد في هذا البلد. هذه المرة الثانية اللي يجي فيها وأنا بدون عمل وبدون فريق يعني. احنا نتشرف فيك يا كابتن. الله يبارك فيك. اكيد انا اتمنى ان كان في المنتخب السعودي يعني ان كان في صالح ان انت تكون مدرب، انا ودي انك تكون مدرب. الله يبارك فيك. واكيد انها فرصه كبيره وانت من الاسماء اكيد اللي يعني وضعت بصمه. لكن ممكن تتوقع اتحاد كره القدم يفكر فيك ولا صعبه؟ اعتقد نعم. ممكن ها؟ ممكن جدا، لانه ما راح ما يمكنش يخالف راي الجمهور. كذلك الجماهير اليوم كثيره جدا طالب، واللي ربما حصتي اليوم هذه راح يفهموا اكثر انه المدرب العربي او المدرب المحلي يكون سعودي افضل بكثير من اي مدرب اخر انه يقود المنتخب، خاصه في الحالات كما هذه. جبنا اللي جبنا كبار المدربين، جربنا، الله غالب ما مشيت. تستخدم كثير بانه هذا دورينا، هذه انديتنا، هذا منتخبنا. نعم. سمعت في طور الحلقه كنت تردد هذه المصطلحات كابتن. احس نفسي واحد من هذا البلد، عمري ما حسيت نفسي وانا اتكلم، عمري ما حسيت نفسي اجنبي في هذا البلد هذا. في عده مناسبات الاتحادات العربيه كلها اللجوء للمدرب الاجنبي في المنتخبات خطا استراتيجي كبير. خطا استراتيجي كبير. خليني اتكلم عن هذه المرحله. احنا باقي لنا 6 شهور ونروح كاس العالم. مدربنا حتى الان رينارد عنده نتائج سلبيه على مستوى كاس العرب وقبل كاس الخليج. ايوه. هل هذا المدرب ممكن يمشي معنا في ال6 شهور يعد منتخب قوي ويروح كاس العالم، ولا التغيير في صالح المنتخب السعودي؟ واضح التغيير. أنا لا أعتقد حتى وان كانت 6 شهور فتره اعداد قليله. حتى وان كانت 6 شهور. وش يحتاج الناخب الوطني؟ وش يحتاج المدرب؟ المدرب وش يحتاج؟ دراسة، لانه الناخب انتم في الجزائر وفي المغرب ما يعرفونه هنا. الناخب الوطني. دراسه امكانيات اللاعبين، الاختيار السليم للاعبين، منهجيه اللعب اللي راح يعطيها للفريق اللي هي الجانب التكتيكي والجانب الروحي. هذا الجانب الروحي ويعطي صبغه شخصيه فريق في الملعب، هذه الاجنبي صعب عليه انه يكونها في 6 شهور، صعبه.